معلومة لازم تكون عارفها، يمكن انت تكون واقع فيها. كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيسمع اصوات عذاب القبر واصوات نعيم القبر. دي كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان بيعدي على احد القبور كان بيسمع بيحصل جوه القبر ده. فطبعا في مرة كده النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دي برواية صحيحة بيحكيها أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: مر النبي على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني إيه؟ يعني النبي بيقول إن في قبرين بيتعذبوا، أصحابهم اللي جوه القبور دي بيتعذبوا، وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس حاجة مش كبيرة. وفي رواية تانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول: بلى انه كبير، لا دي حاجة كبيرة قوي. ايه هم الحاجات دي يا رسول الله؟ اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. سبب الاول من عذاب القبر ان هو واحد بينم بين الناس وبعضها. وخد بالك في فرق بين النميمة والغيبة، واحنا ذكرناها قبل كده. الغيبة ان انت تقعد تتكلم على حد في غيابه، النميمة بقى روح توقع بين الناس، هي دي النميمة. طيب الهدف بقى من الفيديو ده هو السبب التاني من أسباب عذاب القبر. إيه هو بقى؟ وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. الاستبراء من البول أو عدم الاستبراء من البول. إيه بقى حكاية عدم الاستبراء من البول دي؟ أنت لو ماشي في الطريق تمام وعايز تفك حسرتك كده، يعني لا مؤاخذة اتزنقت ولا حاجة، بتلاقي أغلب الناس وأغلب الشباب مش الشباب بس، ده كل الناس بيروح عامل إيه؟ يروح يعني لا مؤاخذة كده نازل يقضي حاجته، يعمل حمام، يروح مرة واحدة رافع بنطلونه عادي جدا، ولا يستنجي، لا يتطهر، مفيش أي حاجة بتحصل من الحاجات دي. اللي حصل ده بقى إيه؟ عدم استبراء من البول. ده كان السبب التاني من أسباب عذاب القبر. طب السؤال هنا يا جماعة بقى، هو ليه ده واحد من أسباب عذاب القبر؟ لأن ده يعني بسبب حاجات كتيرة جدا. أول حاجة، انت بقيت انسان نجس، انت بقيت غير طاهر، لا تصح لك صلاة، ملكش صلاة. لان الانسان لازم عشان خاطر تقبل له الصلاة لازم الانسان يكون طاهر، ما ينفعش ان هو يكون انسان نجس. الحاجة التانية ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الانسان الطاهر، وانت انسان نجس، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعني هيكرهك بسبب كده، فانت بقيت انسان مكروه على الارض. الحاجة التالتة ان انت عصيت فيها ربنا سبحانه وتعالى، او دي رقم واحد، يمكن عصيت ربنا سبحانه وتعالى وعصيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم تاخد بالك من الموضوع ده كويس قوي. اوعى اوعى ابدا لا تستنجي من البول. ده واحد العلماء يعني صنفوا ان ده واحد من اعظم اسباب عذاب القبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.